فلون باللوز والكراميل، تقدروا تسموه تحلية ولا فلون مقلش. بقاو معايا شوفوا المقادير وطريقة التحضير. في كاسرولة رايحة نحط حبة بيض، نضيف عليها 80 غرام فلون بذوق الفاني، ومن الأحسن تعملوا اللي بذوق الكراميل راح يجي بزاف بنين. نضيف عليهم نص مغرف صغيرة تاع الفانيليا، كما تقدروا أيضا تضيفوا عطر الكراميل هكذا باش نتخلصوا من ريحة البيض، ونخلطهم كامل مع بعضهم مليح بالفوي حتى يدوبوا يتغير شوية لونهم. نخلطهم كامل بالفوي مليح. من بعد راح نجيب هنايا نص لتر تاع الحليب، يعني 500 مليلتر، رايحه نبدا نضيفها بشويه وراني نخلط في نفس الوقت هكذا. راح نضيفها على 3 دفعات وراني نحرك بالفوي. هنايا قبل ما تضيفوا اللوز تقدروا تصفيو الخليط تاعكم هكذا باش نتخلصوا من كامل هذوك الشوائب اللي يكونوا في البيض. من بعد رايحه نضيف 80 غرام تاع اللوز اللي يكون محمص غير شويه ويكون مطحون رقيق. انا تاعي حمصته شويه زياده، ونزيد نخلطهم مليح. من بعد راح نضيف كميه الحليب المتبقيه، نخلطهم مليح ورايحه نديهم فوق نار اللي تكون متوسطه مع التحريك حتى يبدا يغلي الخليط تاعي. هنا طيبوه كيما طيبوا الفلو عادي، ما تروحوش بعيد، كل شويه تحركوه هكذا باش ما يلصقلناش من التحت ويتحرق، يعني تبقاو تعسوا فيه حتى يلحق لدرجة الغليان. وبلا ما ننسى حبيت نذكركم بلي تقدروا تزوروني على صفحة الفيسبوك شهوة جزائرية، اي تساؤلات رايحة نجاوبكم، ولا اللي تحب تشوف المزيد من الوصفات، ولا ايضا اللي يحبوا الوصفات المكتوبة، يعني حتلقاو كلش على صفحة الفيسبوك شهوات جزائرية. نتمنى انكم تديروا طلة وتبعتوا لي ايضا تطبيقاتكم هكذا باش نشاركوهم مع الاصدقاء وتزيد تعم الفايدة اكتر. وكيما راكم تشوفوا الخليط تاعي راهو بدا يغلي. هنايا مباشرة نروح نحيه من فوق النار، نحط الكاسرولة تاعي بجيه، وهنايا نروح نلعب بخفيف، راح نروح لهداك الديكوجيل كراميل، هو اللي راح نحطه في لي فيغين تاعي من التحت. راح نجيب هنا لي فيغين ولا كؤوس تقديم، ورايحه نعمل خطوط بالديكوجيل بذوق الكراميل هكذا. الفلون تاعنا راح يجينا بزاف بنين، كيما قلت لكم رايحين نعملوا فلون مقلش هكذا. ونروح مباشرة راح نفرغ الفلون تاعي بهذه الطريقة، نعمر هادوك الكؤوس. هنا 500 مليلتر دارت لي هاد 4 كؤوس، يعني هما شوية كبار. نتوما اذا حبيتوهم طالعين نعملوا كؤوس اللي يكونوا شوية صغار وعاليين. نخلي الفلون تاعي هكذا فوق الطابلة حتى يبرد تماما. من بعد رايحه ندخلو للثلاجة يزيد يبرد مليح ويشد روحو، ونشوفوه مع بعض في صحن التقديم. بعد ما برد الفلون تاعي على خاطرو ولا التحليه تاعنا بردت مليح، راح نشوفوها مع بعض. راح نقلبهم هكذا، كما ايضا تقدروا تقدموهم هكذا، تزينوهم غير بالديكوجيل وتزينوهم بالفواكه واش كانت عندكم. برك اذا كنتوا تقدروا ولا كان متوفر عندكم الموز راح يجيو بزاف بنان. كما على بالكم الموز يتماشى بزاف مع الكراميل واللوز. انا زينتهم بحبيبه تاع فراز قطعتها على زوج، وهذا الشكل النهائي. هذا كما قلت لكم راح نزينها بنص تاع حبيبه تاع فراز، وندير لها شويه تاع ديكوجيل، ندير ايضا شويه لوز افيلي هكذا على الوجه. يعني كيما قدمتوها ولا كيما زينتوها رايحه تجي بنينه بصراحه. هذاك الديكوجيل زاد لها بنه على بنه. هنا راح نجي معكم للمرحله اللي نحبها، هي كي نذوقوا ولا نشوفوا النتيجه. هنا هاد الفلون البنات يجي قوامه كريمي من هذيك حبه البيض. والناس اللي ما تحبش البيض ما تخافوش، يعني مش راح تجي فيه الجو تاع البيض. وهذاك اللوز يعني جاء بزاف بنين. برك تقيدوا بالمقادير سيرتو اللوز، يعني ما تزيدوش الكميه تاع اللوز، لانه اذا كثرتوا من اللوز راح يجينا الفلون تاعنا ثقيل. وهذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، خفيف ظريف بصح بزاف بنين. وما تنساوش تسناوني كالعاده في نفس الموعد وعلى نفس القناه، وفي امان الله.